شنو يا طيب؟ مالك زعلان وقرفان كده؟ نزلت علي مخالفة، والشهر الفات نزل علي مخالفتين. في البير وقع فيها فيل، يسدوها بي هنا تقد بي هنا. الشغلانة دي ساقيجيحة من البحر للبحر. هاي بالمناسبة يا ابو الطيب، احنا ايجار الغرفة دي ما دفعناه. الشهر الفات علينا ايجار والشهر ده علينا ايجار. راعي المكتب قبيل دق علي. انت يا بعنقة، احنا ما نفك الغرفة دي ونمشي نقعد مع ناس محمدين. الإيجار عندهم رخيص، تعرف الشهر كله ما بيطلع عليك 100 ريال. انت جاد يا طيب؟ ناس محمدين ديل الغرفة فوق 6 أنفار. الناس بيركبوا شفاط الهواء في المطبخ والحمام، لكن الناس محمدين ديل شفاط الهواء مركبينه في الغرفة. يا زول الليل ده كله شغالين تدوين ومسيرات. الشغل بتاعهم ده ما بتشم من خرتك، بتحسبها في عيونك. بومبان بومبان بس. مرحبا أمي، مرحب حبابك. عايزة شنو؟ كنت عايزة أذكرك لما ترسل المصاريف زودها لينا. خير، مالكم في شنو؟ أزود لكم ليه؟ نحن ماشيين عرس بتول بنت خالك الشفيع، وأنا بدور لي توب. أخواتك ديل دايرة اللين فساتين وشنط وجزم وحاجات كده، وما تنسى ترسل تذاكر السفر. دقيقة دقيقة أمي، بالراحة علي. بتول دي منو والشفيع خالد منو؟ أول مرة أسمع لي بخال اسمه الشفيع. الشفيع ده ما خالك دغري، الشفيع ده حبوبته وحبوبتي أخوات بنات خالات. هاي لكن ما بالغت يا أمي، يعني حبوبتك وحبوبته ذاتهم ما أخوات. ما لازم نمشي يا ولدي، انت بتلومنا مع الناس. طيب يا أمي، الناس ديل دقوا عليك تلفون ولا رسلوا لك دعوة؟ لا لا، لا دقوا تلفون لا رسلوا دعوة. والله يا أمي للظروف للوضع بيسمح لي أقدر أرسل لكم حاجة. يا أخي طنش الموضوع ده. يعني أنا بعد دقيت للناس وقلت لهم جاياكم أطنشون؟ انت ده تشيل حالي. اسمع يا ولد، والله ما عافية لك كم مرة رسلت لي القروش دي. ها؟ ولد عمي الغالي ابو الطيب، ملك الجود والكرم، كيف حالك؟ حالي زي الزفت. في شنو يا حسنين؟ لا لا، بس انا حبيت اطمئن عليك يا ولد عمي. يعني انت عايز تقنعني انك ضارب لي اقول لك انا تمام ما عندي اي حوجه. خلاص اطمئنيت. والله يا ابو الطيب يا ابن عمي، انا بصراحه اختلفت مع المره الاولى ولقيت لي مره ثانيه ودار عريسه، وكنت عايزك تدعمني في الموضوع ده. يا زول ما عندك مشكله، الدعم المعنوي ده احنا معاك فيه. عرس على طول، عرس الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، وكان عرفت تعرس الخامسه عرسها برضه. صراحة كده يا ابو الطيب ومن الاخر، انا كنت عايزك تحول لي 10,000 ريال عشان اتم بها النواقص. يا اخي انا المرة الاولى ما عرستها، دارنا اساعدك انت عشان تعرس المرة الثانية. الفيديو ده برعاية مدثر الحاج الأواني المنزلية، عنوان التميز لكل مستلزمات المطبخ. نوفر لكم تشكيلة واسعة من الأواني المنزلية الحديثة وأجهزة كهربائية للمطبخ بجودة عالية. أسعارنا تناسب الجميع وعروضنا متجددة. كل اللي يحتاجه مطبخك تلقاه عندنا. موقعنا أم درمان شارع النص، جنوب تقاطع شقلبان، مقابل كافتريا أبو حاج. للتواصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة.